السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بألف خير. اهلا بكم في فيديو جديد، والنهارده هنعمل الليفت المخلل بطريقة سهلة جدا جدا، وهقول لكم سر اللون البينك الحلو جدا ده. ويلا تابع الفيديو للآخر عشان ان شاء الله تستفادي، وما تنسيش تحط لايك من ايدك. ويلا بينا نسمي الله ونبتدي الفيديو بتاعنا. هنا انا جبت الليفت، قطعت طبعا الكمية كلها، بس خليت كده كام واحدة، حبيت اوريكم شكله للناس اللي ما تعرفش شكل الليفت بيكون عامل ازاي. اهم حاجة اللون بتاعه يكون موف كده حلو، ويكون حبة الليفت تكون جامده، ما تكونش طريه. تمام. انا حبيت اوريكم ان انا هنا قطعت بالجزء المشرشر ده بتاع قطعت المخلل، وقطعت بالسكينه. تمام. وما تقشريش الليفت. واللون الموف ده يا جماعه مهم جدا جدا. حاولي تنقي الليفتايه اللي يكون لونها موف غامق كده. هو ده السر يا جماعه بتاع لون الليفت، اللي بيكون لونه بينك. تمام. مش بنضيف له بنجر، مش بنضيف له اي حاجه تغير لون الليفت. هو السر في القشره الخارجيه اللي لونها بنفسجي دي. اول حاجه طبعا الليفت بنجيبه لان بيكون فيه طينه كتير، بننقعه في ميه وقت كده حلو يعني، وبعدين نغسل كده واحده واحده ونتاكد ان هي نطفت تماما من اي طينه. وبعدين بنبتدي نشيل اي جزء شكله مش حلو كده في القشره الخارجيه بتاعتها. اي حاجه شكلها مش عاجباكي قشريها كده بالسكينه، بس ما تقشريش القشره كلها، عشان زي ما قلت لك احنا محتاجين اللون ده هو اللي بيدينا اللون الحلو بتاعه بعد التخليل. طبعا انا قطعت هنا بقطعه المخلل المشرشره، وقطعت برضو بالسكينه. قطعي عادي بالطريقه اللي تحبيها، ما فيش اي مشكله. المهم ما تقطعيش الليفت سميك قوي ولا رقيق قوي، لانه لو اتقطع رقيق قوي هيتهري معاكي في التخليل ومش هيبقى حلو خالص. تمام. طبعا ولو اتقطع سميك قوي هيبقى مش حلو في اكله، هيضايقنا واحنا بناكله. احب اقولك برضو ان الليفت اثناء التخليل حجمه بيكش شويه، يعني مش بيفضل بنفس الحجم اللي قطعتيه بيه. تمام كده. انا هنا بوريكم شكله، يعني السمك بتاعه بيكون عامل ازاي. طبعا لو حابه ترققيه عن كده شويه مفيش اي مشكله، بس زي ما قلت لك ما ترققهوش قوي او ما ترفعهوش قوي. تمام كده. شايفين بنفس كده الشكل. وزي ما قلت لك رققي شويه او رفعي شويه، تخني شويه زي ما تحبي. حابه تقطعيه كمان قطع صغيره اللي هي انصاص، يعني ممكن الصباع ده تقطعيه نصين زي اللي بنجيبه بره من المحلات لما بيكون صغير، برضو براحتك مفيش اي مشكله. تمام كده. يلا بقى بينا ونشوف هنعمل ايه. هنا معايا البرطمان بتاعي وانا عقمته كويس. عقمته ازاي؟ جبت ميه مغليه وحطيتها جوه البرطمان وغطيته بسرعه. كل البخار اللي طلع لي من الميه جوه البرطمان ده بيعقم لي البرطمان بتاعي. تمام. سبته شويه لغايه ما البخار او الميه بردت تماما، وبعد كده رحت مفضياها وسبته لغايه ما ينشف لوحده. يعني سيبيه وقت كده ينشف لوحده، ما تحاوليش انك تنشفيه. تمام كده. البرطمان متعقم وجاهز معايا كويس جدا. هبتدي بقى ان انا اعبيه كده الليفت بتاعي او احطه كله جوه البرطمان بنفس الشكل كده. انا طبعا دول يعني مش هيعملوا برطمان واحد، فعملوا لي يعتبر 2 الا ربع كده. تمام كده. هنا بقى الخطوة الجاية، وهي المحلول الملحي او المحلول بتاع التخليل بتاعي. وده سهل جدا جدا جدا. عبارة عن 2 لتر مية. طبعا كل لتر يا جماعة بياخد 4 معالق كبار من الملح. تمام. هنا عملت 2 لتر، وما تحاوليش تعملي كمية كبيرة، يعني اعملي ولو احتجتي تاني زودي. انا هنا عملت 2 لتر مية، هياخدوا 8 معالق كبار من الملح، اللي هما بالظبط كيس الملح اللي وزنه 200 جرام. تمام كده. كيس الملح اللي وزنه 200 جرام. هنا حطيت ال8 معالق، واتبقى شويه. طبعا يعني يعتبر اخر معلقه دي ما كانتش مليانه، فحطيت الباقي. كان الطعم بتاعه والملح بتاعه كان مظبوط جدا جدا. وطبعا انا نسيت اصور ان انا حطيت هنا نص معلقه كبيره من السكر يا جماعه. السكر هنا بيبقى بمثابه كده ماده حافظه، وبيخلي اللفت يبقى مقرقش معايا لغايه اخر واحده لفت في البرطمان. تمام. ما تنسيش تحطي السكر عشان انا كنت هنساه بصراحه. هنا طبعا لقيت ان اول برطمان ناقص شويه، فعملت 2 لتر تانيين، وما شاء الله كفولي البرطمانين. شوفوا هنا انا كده مليت خلاص البرطمانين بالمحلول الملح بتاعي. شايفين الجزء اللي كان فوق اللفت ده غسلته كويس، يعني قطعته كده وغسلته، لان بيكون قافل على بعضه، فبتلاقي جواه طينه كده او رمله. ففكيته كده من بعض وغسلته كويس قوي. وهبتدي ان انا احطه على وش البرطمان. ليه بعمل الخطوه دي؟ هنا بتاكد ان اللفت بتاعي كله نازل جوه الميه. تمام. وبرضو بيخلي ما يبقاش في اي هوا داخل لللفت، وبتاكد ان اللفت بتاعي كله متغطس في المحلول الملح بتاعي.
عايزه اقول لكم سهل جدا جدا جدا، وطعمه يا جماعه حلو قوي قوي، بدون اضافه بقى هرسه الشطه، بدون اضافه بنجر، بدون اضافه اي حاجه، ميه وملح فقط يا جماعه، وهتاكلي ان شاء الله احلى مخلل اللفت. هنا كده تمام. طبعا انا قبل ما اقفل البرطمان بحب اعمل الخطوه دي، بجيب الكيس بتاع التلاجة، كيس بلاستيك يكون طبعا جديد نظيف، وبقسمه كده نصين، باخد كل نص اقسمه برضو، وبحطه على وش البرطمان وبقفله. ده برضو بيمنع لي دخول اي يعني ذره هواء جوه البرطمان، بيحافظ لي على اللفت وقت طويل جدا جدا. تمام. ده غير ان هو بيثبت لي الغطا بتاع البرطمان بتاعي، لو الغطا بيتفتح يعني بسهوله، فهو بيثبت لي برضو الغطا بتاع البرطمان. شايفين كده؟ مدة التخليل بتكون قد ايه؟ من حوالي كده من 8 ل 10 ايام. من 8 ل 10 ايام بتضمني ان شاء الله ان هو استوى. بعد 4 ايام بالظبط بتلاقيه عمل يعني او اللون بتاعه بقى بينك كده، بيبقى حلو جدا. بس ما تفتحيش عليه على طول، اول ما يلون استني بالظبط من 8 ل 10 ايام، تضمني ان هو استوى بقى باللون الحلو جدا والطعم الحلو جدا جدا اللي حضرتك هتدوقيه. تمام كده. زي ما قلت لك ما تنسيش احنا هنا ما ضفناش اي حاجه، حابه المخلل يكون حامي تقدري تضيفي له شويه من الشطه. لا ضفنا هريسه شطه ولا ضفنا بنجر، ولا ضفنا اي مكسبات لون. تمام كده. يا رب يكون الفيديو عجبكم، واتمنى ان انتوا تجربوا الطريقه، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.